يا مساء الجمال والدلع. النهاردة هنعمل طاجن من أحلى الطواجن اللي ممكن تعملوه. هنعمل طاجن اللحمة بالبصل. الطاجن ده بجد شيك جدا لو عندك عزومة، هيشرفك وهيبقى شكله حلو قوي في وسط السفرة. كمان هنعمله بطريقة حلوة قوي، هتطلع معاكي اللحمة دايبة وشاربة من طعم البصل وطعمها في منتهى الجمال. يلا نشوف المكونات والطريقة بتاعتنا. انا مستخدمة 3 بصلات كبار. عملت ميكس بين البصل الاحمر والبصل الابيض. البصل الاحمر بيدي طعم مسكر كده يعني في اللحمة، وبيبقى طعمه حلو قوي في الطاجن. قطعت البصل بتاعي شرايح رفيعة بالشكل ده. وعندي نص كيلو من اللحمة، ومستخدمة لحمة ملبسة شوية عشان تبقى طرية معانا ودايما. هجيب حلة على النار وهنزل بمعلقة سمنة كبيرة وشوية زيت. اول ما السمنة تسيح والزيت يسخن كويس، هكون معلية النار عشان انزل اللحمة، اخليها تاخد صدمة وتتشوح كويس وتحتفظ بالعصارة بتاعتها عشان تبقى دايبة معانا في التسوية. هحط اللحمة بتاعتي ومش هقلبها خالص لحد ما تاخد لون. اول ما تاخد لون هبدأ اقلبها على الناحية التانية، واول ما تاخد لون من الناحيتين هبدأ بقى انزل بالبهارات بتاعتي. وطبعا انا مش هكتر بهارات عشان ما ضيعش طعم اللحمة. هنزل بس بنص معلقة صغيرة من بهارات اللحمة ونص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، وهننزل بتقريبا 3 فصوص حبهان وورقتين لورا. هنقلب بقى البهارات مع اللحمة لحد ما تدوب خالص، وهنلاقي اللحمة بدأت تنزل الصوص بتاعها الحلو ده اللي هو أساس طاجن اللحمة. هننزل بقى بمية مغلية لحد نص اللحمة كده، وأهم حاجة إن المية لازم تكون مغلية، مش هنكتر المية، هنحط مية شوية بشوية. يعني لو اللحمة احتاجت مية تاني هنزود، ما احتاجتش خلاص. بعد كده هنغطي على اللحمة وهنوطي النار خالص وهنسيبها براحتها لحد ما تستوي. هنبص عليها بس كل شوية عشان لو المية خلصت اللحمة ما تشتش منك. لكن انا بالنسبة لي ما احتاجتش مية تاني. انتي لو اتبعتي طريقة التسوية دي، ان انتي توطي النار خالص على اللحمة وتسيبيها براحتها تستوي، المية مش هتحتاجي ان انتي تحطي مية تاني. احلى طريقة تعملي بيها اللحمة ان انتي توطي عليها النار خالص، يا دوبك النار تبقى شمعة كده على اللحمة، لان انتي لما بتعلي النار على اللحمة المية او الشوربة بتاعتها بتتبخر واللحمة بتنشف وما بتبقاش طرية من جوه وما بتستويش كويس. وكمان النار لما بتكون واطية على اللحمة بتستوي اسرع. يعني تقريبا هتاخد منك ساعة وهتلاقيها استوت. لو احتاجتي مية ممكن تزودي شوية مية صغيرين، بس برضو المية تكون مغلية. بعد ما اللحمة شربت ميتها وخلاص اتأكدت ان هي استوت بنسبة 95%، هنزل بالبصل وهديله تقليبة مع اللحمة عشان يشرب من صوص اللحمة. انا ما حطيتش البصل في الاول خالص، يعني اتأكدت ان اللحمة استوت بعد كده نزلت عليها بالبصل عشان انا مش عايزة البصل يدبل خالص وما يبقاش باين في الطاجن، لان انا مش بعمل كباب حلة، انا بعمل طاجن لحمة بالبصل، فاساسه هيكون البصل. فانا نزلت بالبصل بس ياخد تشويحة مع اللحمة ويشرب من صوص اللحمة، وبعد كده هحطه في الطاجن عشان يخش الفرن. فاهم حاجة عندي ان البصل يكون باين وما يكونش دايب زيادة عن اللزوم ودبلان، واحس بطعمه وانا باكل اللحمة. بعد بقى ما قلبت البصل كويس وغلفته كويس بالصوص بتاع اللحمة، في المرحلة دي بقى هبدأ انزل بالملح. نزلت بتقريبا معلقة ونص صغيرين من الملح. ما تكتريش الملح قوي عشان اللحمة ما تحدقش منك. بعد كده هغطي بقى الحلة وهسيب اللحمة تاخد غلوتين 3 كده عشان تشرب من مية البصل. وبرضو زي ما اتفقنا النار بتاعتك تكون واطية خالص. اتبعي تكنيك السوا ده في اللحمة، هتدوقي احلى لحمة واطعم لحمة ممكن تجربيها. كده اول ما الاقي البصل بتاعي نزل ميته، هبدأ بقى في المرحلة دي اتأكد ان اللحمة استوت وبقت طرية بالشكل ده.
هبدأ انقل بقى اللحمة والبصل في الطاجن، وفي المرحلة دي هدخلهم الفرن بقى الصوص بتاعهم يتقل. نقلت بقى اللحمة والبصل في الطاجن بالشكل ده، وطبعا هكون مسخنة الفرن. عايزة ادخل الطاجن والفرن بتاعي سخن. الخطوة دي مهمة عشان اللحمة ما تبردش مني، انا مش عايزاها تبرد خالص، عايزاها في كل المراحل تكون اللحمة بتاعتنا سخنة. بعد كده هغطي الطاجن بفويل وهسيب الطاجن حوالي نص ساعة في الفرن، وبعد ربع ساعة كده هبدأ افتح عليه وهشيل الفويل عشان الطاجن يحمر وياخد وش من فوق بالشكل ده. كده الطاجن بتاعنا بقى جاهز، واللحمة بقت دايبة ومستوية وحاجة في منتهى الجمال. طبعا انا مش قادرة امسكها بايدي لان هي سخنة جدا، بس هي يعني من كتر ما هي دايبة اتقطعت بالشوكة على طول. عايزين بقى ندوق الجمال والعظمة دي، هناخد بقى حتة لحمة مع شوية من صوص البصل في حتة عيش كده، وبجد حاجة خطيرة. ممكن بقى ناكلها مع شوية بطاطس محمرة، شوية طحينة، شوية مكرونة. سلام بقى لو رز ابيض ونحط بقى صوص البصل ده على الرز، بجد طاجن في منتهى الجمال. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش اللايك والشير. كان معاكم إسراء، سلام.